في شباب كتير قوي دلوقتي بتسمعني حالتها المادية تحت الصفر، وأهلهم حالتهم برضو تحت الصفر. أنا حاسس بيك عشان أنا عشت ده كله، وعارف أنت شايف الدنيا إزاي. شايفها سودة ومهببة بستين نيلة. جواك طاقة تهد الكون كله وترجع تاني تبنيه، بس حاسس إنك طير محبوس جوه قفص. صح ولا أنا غلطان؟ انا هديك بقى سر في ناس كتير ما تعرفوش، ولو عرفوه مش بيقولوا لحد خالص وبيحتفظوا بيه لنفسهم بس. اعمل حاجة واحدة بس، تكون صغيرة جدا. تنتوفة تنتوفة، حاجة صغيرة خالص تبتدي بيها كل يوم تنفذها. يعني ايه الكلام ده يا محمود؟ شيء واحد بس تختاره وتستمر عليه، وما تسيبهوش ابدا مهما حصل. مهما حصل، مفهوم؟ حتى لو قام زلزال، مفهوم؟ افضل ورا الشيء ده وافضل اعمله كل يوم. اسمع مني وامشي ورا كلامي وانت هتكسب، وهتجيلي في يوم تقول لي محمود انا بقيت حاجة كبيرة قوي بسبب السر بتاعك. في واحد كاتب ومفكر اسمه طارق هاشم، الراجل ده على اليوتيوب. الراجل ده اتعرض لأزمة كبيرة قوي في حياته، وكان تحت الصفر حرفيا. كل اللي عمله انه دور جواه، لان كل انسان جواه كنوز مدفونة. دور جواه كويس جدا، وشاف هو قادر يستمر في ايه، وعنده شغف لإيه، وحبه موديه على فين. وقرر إنه يبدأ بالكتابة. أيوة، وقال بنفسه كده. قال أنا كل يوم هكتب، يوميا هكتب، مهما حصل هكتب حتى لو سطر. زي أحمد زكي كده في فيلم النمر الأسود، لو انتوا شفتوه، كان بيقول أنا هفضل ألعب ألعب ألعب. هو ده السر. شيء صغير جدا خالص بتستمر عليه لحد ما تتقنه. شوف انت بقى جواك ايه، طلع السر اللي جواك، طلع الكنز اللي جواك. طارق هاشم النهارده ناجح جدا على السوشيال ميديا، وبيبيع كورسات وبيبيع كتب من تأليفه هو. ومن اهم كلامه قال: بص يا غالش، اسمع الكلام ده معايا. انا ليا واحد صاحبي متخصص في المساج والعلاج الطبيعي في روسيا. هو بنفسه قال لي كده، قال لي انا اقدر ادلك الناس طول اليوم وما تعبش ولا احس بملل ابدا. دي الحتة بتاعتي. لكن لما هو حاول بنفسه يتعلم مجال زي الكهرباء هناك في روسيا، فشل. قال لي دماغي ما فهمتش اي حاجة. افهم الكلام ده كويس. اختار المجال اللي تستمر فيه، مش اللي بيكسب فلوس. في فرق كبير، عشان الاستمرارية نفسها هي اللي هتخليك محترف فيه، وهتكمل فيه طول عمرك. وما تركزش مع الناس. يعني الراجل ده، في واحدة جالها سرطان ثدي وعملت عملية استئصال له. صاحبتها كانت بتحسدها عشان جالها سرطان ثدي. متخيل؟ بتقول لها يا بختك، هتحط سيليكون وصدرك هيبقى كبير وشكله هيبقى حلو. متنساش بقى اللايك والاشتراك لو انت شايف انك استفدت وانا قدرت ان انا احرك حاجة جواك واغير حاجة في تفكيرك. ويا ريت كمان تكتب لي تعليق عشان يرفع الفيديو. اشوفك بقى في فيديو جديد، وعايزك تبقى احسن واحد في الدنيا كلها.